قبل ما نبدأ ودوس لايك واشترك في القناة. وبيبدأ الفيلم ببنت اسمها نويل، وبنعرف إن نويل طالبة بتدرس في كلية الفنون الجميلة، وبيبان قد إيه هي بنت هادية جدا وما عندهاش أصحاب كتير، وما كانش عندها غير صاحبتها سكاي، ودي أقرب واحدة ليها. وفي يوم نويل بتعرض لوحة مشروع تخرجها على الدكتور وعلى زمايلها علشان يقيموها. وقتها كلهم بينتقدوا اللوحة بتاعتها وبيحسوا إن في حاجة ناقصة فيها، أو إن اللي رسمها مجرد حد هاوي ومش محترف. وحتى الدكتور بيطلب منها تركز أكتر وتلاقي موضوع أنسب من ده، لأن لو فضلت بنفس المستوى ده هتفشل ومش هتتخرج. وفي اليوم ده بتتحرج نويل جدا، وبتقضي باقي اليوم مع نفسها تفكر في موضوع جديد، لغاية ما بتلاقي واحد من زمايلها واللي بيكون اسمه لوك. وبيجي لوك وبيقعد معاها وبيحاول يشجعها، وبيقول لها إنه واثق إنها هتنجح، وكمان بيعزمها على حفلة عاملها هو في بيته، وهي على طول بتوافق وبتوعده إنها هتحضر. وبترجع بيتها على طول تحضر نفسها للحفلة. وقتها سكاي بتلاحظ إنها متحمسة وبتسألها عن سبب فرحتها، فبتعترف لها نويل إنها كانت معجبة بلوك من زمان، ودلوقتي هي مش مصدقة إن جات لها الفرصة اللي هتخليها تقرب منه. وبيبان إن نويل مش اجتماعية خالص، وده بيخليها متوترة وخايفة إنها ما تعرفش تتعامل معاه، فبتنصحها سكاي إنها ما تحاولش تصطنع وتخليها على طبيعتها أفضل. وفعلا بتسمع نويل كلامها وبتروح الحفلة وهي متحمسة، وأول ما لوك بيشوفها بيروح وبيسلم عليها، وكمان بينسى كل أصحابه وبيفضل واقف يتكلم معاها هي وبس. وبيتكلموا كتير عن الرسم والفن لغاية ما بيعرض عليها يفرجها على أوضته، وكمان بيوريها المشروع الجديد اللي بيشتغل عليه. وساعتها بتفتكر نويل إنه هيعترف لها بإعجابه بيها، ولكن الحقيقة اللي حصل عكس كده تماما، لأن لوك استغل ضعفها واعتدى عليها، ومهما حاولت تبعده عنها كانت بتفشل لأنه أقوى منها. وبعدها بتخرج نويل بسرعة من عنده وهي منهارة، وبترجع على بيتها ومش بتروح الجامعة في اليوم ده. ولما بتقلق عليها سكاي بتروح علشان تطمن عليها، وبتشوف حالتها وخوفها، فبتقلق أكتر وبتسألها إيه اللي حصل معاها. فبتعترف لها نويل باللي لوك عمله معاها، وبتقول لها إنها عايزة تروح تشتكي في الكلية، فبتمنعها سكاي فورا من الموضوع ده. وبتعرفها إن صاحبتها حصل معاها حادثة شبه كده، ولما راحت اشتكت طلعوا كل اللوم عليها هي، وتحولت من ضحية لبنت سيئة السمعة برغم إنها مظلومة. وبتنصحها تحاول تتخطى كل اللي حصل معاها وتكمل حياتها. وفعلا بتحاول نويل تعمل بنصيحتها، بس للأسف أول ما بتروح الجامعة بتشوف لوك قدامها ومش بتقدر تقعد في نفس المكان اللي هو فيه، وبتهرب فورا. وبتقرر إنها تشتكي لإدارة الجامعة، واللي يحصل يحصل. وبالفعل بتروح للأخصائية النفسية اللي في الجامعة وبتحكي لها كل اللي حصل معاها. بس الغريب إن الأخصائية مش بتقف في صفها ولا بتدعمها، لا دي بتفضل تسألها أسئلة غير منطقية علشان تشككها إنه ما كانش اعتداء فعلا، لأنها ما اعترضتش. لدرجة إن نويل بتنهار ومش بتقدر ترد على أسئلتها الغريبة، وبعدها بتسيبها وبتمشي. وفي نفس اليوم ده بيوصل لها رسالة من لوك بيعرض عليها تيجي عنده البيت يتكلموا شوية، وهي ما بتصدق وبتروح له على طول، وده علشان تصفي حسابها معاه. وأول ما بتشوفه بتأمره إنه يعتذر لها، وبتعرفه إنها ما كانتش موافقة على اللي عمله معاها، وإنه استغلها واستغل إعجابها بيه. فبيضحك لوك وبيسخر من كلامها، وبيكون شايف نفسه مش غلطان أصلا، وإن اللي حصل سوء تفاهم مش أكتر. وكمان بيطردها من البيت وبيقول لها إنه مش عاوز يشوف وشها تاني، لكن مش بتتنازل عن حقها وبتكون مصممة إنه يعتذر لها، لدرجة إنها بتطلع وراه، ولما بيشوف طريقتها بينفعل عليها وكأنه هيخنقها، وهي علشان تحمي نفسها بتزقه بعيد عنها، ومن الزقة دي بيقع من على السور على الأرض وبيموت فورا. وساعتها نويل أول ما بتشوف المنظر ده قدامها بتترعب فورا وبتهرب فورا. وتاني يوم بتكتشف الشرطة وفاة لوك، وبيشتبهوا إن ممكن تكون جريمة قتل. ولما بيدوروا في جهات اتصاله بيلاقوا إن آخر واحدة كلمها كانت نويل، فبيروحوا الجامعة علشان يحققوا معاها. ولما بتقعد مع المحقق بتحاول تتصرف بشكل طبيعي، ولما بيسألها عن لوك بتقوله إنه فعلا كلمها وهي راحت وقابلته، ولكنها ما اتأخرتش عنده ومشيت على طول. ولأن مفيش أي دليل ضدها المحقق مش بيعتبرها مشتبه فيها في القضية. ولما بيعدي الموقف ده بسلام على نويل بتبدأ تدور عن جرائم اعتداء مشابهة للي حصل معاها. وبتعرف إن من فترة في بنت اسمها ليندس تم الاعتداء عليها، وده بيكون من 3 أصحاب في فريق كرة سلة مشهور. وبرغم إنها رفعت قضية، وبرغم إن في فيديو بيثبت الجريمة، إلا إنهم بيقدروا يطلعوا منها بكل سهولة، ومفيش حد فيهم بيتعاقب بسبب شهرتهم. فبتقرر إن نويل تروح تتكلم مع ليندس، وأول ما ليندس بتعرف إن نويل عايزة تتكلم معاها على الحادثة بتاعتها بترفض إنها تكلمها، لغاية ما بتعرف إن نويل عايزة تتكلم عن المجرمين مش عنها هي. فبتوافق ليندس وبتم لها كل المعلومات اللي هي عايزاها. وبتقرر نويل إنها تنضم لجماعة نفسية علشان تتخطى اللي حصل لها. وبرغم كل ده كانت عارفة إن مفيش غير حل واحد بس، وهي إنها تخلص من كل المعتدين والمغتصبين وتنتقم منهم. وعلشان كده بتتنكر وبتروح حفلة، وكانت عارفة إن واحد من لعيبة كرة السلة اللي اعتدوا على ليندس موجود في الحفلة دي.
ولأنه مشهور بتقدر تتعرف عليه بكل سهولة، وبتستدرجه لغاية ما تاخدوا الأوضة لوحدهم، وهناك بتحط له مخدر في المشروب وبتخليه يحس نفس إحساس العجز اللي عاشته ليندس، وبعدها بتخنقه وبتخلص عليه وبتخرج من الحفلة بكل هدوء، ولا من شاف ولا من دري. وفي اليوم ده بيجي لها إلهام للوحة بتاعتها الجديدة، وفعلا بتغير اللوحة تماما وبتحولها للوحة جريئة وقوية لدرجة إن كل زمايلها بينبهروا بيها، وحتى الدكتور بيتفاجئ من التغيير اللي حصل له وبيتمنى إنها تفضل مستمرة على المستوى ده. وقتها كانت الشرطة جالها بلاغ بجريدة قتل لاعب كرة السلة، لكن محدش بيقدر يحدد مين المجرم لأن الحفلة كانت زحمة جدا ومحدش شاف البنت اللي طلعت معاه في نفس الوقت ده. كانت نويل برضه بتراقب ضحيتها التانية وهو المجرم التاني في حادثة ليندس، وبرضه بتدخل وراه الحفلة وبتستنى لغاية ما بيكون لوحده، والمرة دي بتخبطه على دماغه وبتخلص عليه. وبمجرد ما بتمشي بيجي المحقق علشان يحقق معاه في جريمة صاحبه، لكنه بيتفاجئ إن هو كمان اتقتل، وكده بدل الجريمتين بقوا جريمتين، وساعتها مش بيتبقى غير المجرم الأخير. وقتها كانت نويل برضه بتراقبه وبتحضر تمرينه في النادي، وأول ما بيخلص وبيدخل لأوضة اللبس بتدخل وراه وبتضربه بشاكوش على دماغه، بس المرة دي ضحيتها مش بيموت بسهولة وبيفضل يعافر ويشد فيها علشان هو اللي يخلص عليها. وبعد مدة كبيرة من الصراع بينهم أخيرا بتقدر نويل تفوز عليه وبتضربه ضربة بتنهي حياته، وبعدها بتاخد سلاح الجريمة وبتهرب فورا من المكان. وبعد قتل المجرمين الثلاثة أكيد بيشتبهوا في ليندس لأنها كانت رافعة قضية عليهم قبل كده، وبيروح المحقق علشان يتكلم معاها، لكنها بترفض تماما وبتقول إنها ما تعرفش حاجة عنهم، ولو هم ماتوا فعلا فدي العدالة اللي الشرطة ما قدرتش تحققها لما اعتدوا عليها. ومن بعد الموضوع ده نوير ثقتها بنفسها بتزيد أكتر وبدأت تتحسن بعد الجلسات النفسية الجماعية، لغاية ما في يوم وهي قاعدة في أوضتها بتسمع صوت صراخ سكاي في الأوضة اللي جنبها، فبتجري تطمن عليها وبتلاقي إيدها جرحين، والحقيقة إن سكاي كانت بتحاول تنهي حياتها ولكنها فشلت. ولما بتسألها نويل عن السبب اللي خلاها تعمل كده بتعترف لها نويل إنها كمان مرت بظروف صعبة في حياتها، وإن تم الاعتداء عليها، وإن البنت اللي اتطردت من مدرستها علشان تم الاعتداء عليها كانت هي مش صاحبتها، فقررت إنها تبعد عن كل ده وتبدأ حياة جديدة، وغيرت اسمها من ديزي لسكاي. وبرغم كل ده هي لسه مش قادرة تنسى ومش قادرة تعيش حياتها بشكل طبيعي وبتتمنى الموت، فبتتأثر نويل جدا بحكايتها وبتحاول تهديها وبتفضل جنبها طول الوقت. لكن من تاني يوم بتدور في موضوع سكاي بنفسها وبتروح لشؤون الطلبة وبتقدر تسرق من هناك ملف سكاي، ولما بتفتحه وبتشوف صورها وهي متبهدلة والكدمات مغطية وشها، وبتتفاجئ لما بتعرف إن الأخصائية اللي حققت مع سكاي هي نفس الأخصائية اللي حققت معاها. وبرغم علامات الاعتداء الواضحة للعامة على سكاي إلا إن الأخصائية اللي ما عندهاش ضمير شخصت سكاي مريضة نفسية وبتشوف هلاويس، وعلشان كده تاني يوم بتروح لها نويل مكتبها بدون سابق إنذار وبتتعامل معاها بغضب وبترمي كل ورقها على المكشوف، وبتقول لها إنها عرفت حقيقتها القذرة وإنها بتشتغل لصالح المصالح الحكومية المتعينة فيها وبتيجي على حساب كل البنات اللي اتأذوا وبتستفيد من وراهم، وعلشان كده بتهددها وبتقول لها إنها تمشي عدل وتقف في صف الحق بعد كده وإلا هتفضحها ومش هتسيبها في حالها. وبعدها بتقرر نويل توصل لعنوان المجرم اللي اعتدى على سكاي وبتفضل مراقبة بيته لغاية ما بتتأكد إنه لوحده، وبعدها بتروح تخبط عليه وبتوهمه إن عربيتها عطلت وإنها محتاجة مساعدة علشان مش عارفة تتصرف لوحدها، وبمجرد ما بيوصل عند العربية بتخبطه على دماغه وبتحطه في شنطة العربية وبتمشي بيه بسرعة وبتاخده لنفس المدرسة اللي اعتدى فيها على سكاي. ولما بيفوق بتوري له صورة سكاي وبتفكره بيها وإن دي البنت اللي هو دمر حياتها، وهو بعدها عايش حياته عادي وكأن مفيش حاجة حصلت. فبيفضل الشاب يترجى تسامحه وبيقسم لها إنه اتغير وإنه ندمان على اللي عمله زمان، وأول ما بيسمع صوت حد قريب منهم بيفضل يصرخ ويطلب المساعدة، فبتتوتر نويل وبتضربه ضربة قوية على دماغه وبتهرب فورا من المكان وبتجري بسرعة على بيتها قبل ما حد يمسكها. وقتها بتشوفها سكاي وبتسألها على الدم اللي في هدومها، لكن نويل بتكذب عليها وبتقول لها إن دي ألوان من اللوحة، ولكن بيبان على نويل التوتر والخوف لدرجة إن سكاي بتاخد بالها. أما الشرطة فبيشوفوا صورة سكاي في مسرح الجريمة، وطبعا بيروح المحقق علشان يتكلم معاها عن الجريمة دي، فبيتضح إنها ما تعرفش حاجة عنهم، ولكن بيبان إن سكاي شكت في نويل خاصة بعد تصرفاتها الغريبة امبارح. وأثناء ما كانت نويل في الكلية بتروح سكاي تفتش في أوضتها وبتكتشف فعلا إن اللي في هدومها دم مش ألوان، وكمان بتلاقي الملف اللي فيه صورها وحالتها. ولما نويل بترجع البيت بتلاقي إن سكاي اكتشفت جريمتها، فبتحاول نويل تبرر لها وبتقول لها إنها كانت بتنتقم ليها وبتاخد حقها وإنها عملت كده لأن كل ظلمها ومحدش وقف معاها. ومع ذلك كانت سكاي شايفة إن اللي نويل عملته جريمة، وكمان بتعترف لها إن الشاب اللي ضربته ما ماتش وإنه حاليا في العناية المركزة وأكيد لو فاق هيعترف عليها. فبتطمنها نويل إنها هتعترف بكل حاجة ومش هتسمح لحد إنه يأذيها. وتاني يوم أول ما بتصحى نويل بتروح لسكاي علشان تطمن عليها، وساعتها بتتصدم صدمة عمرها
وده لما بتلاقي سكاي كاتبة رسالة انتحارها وبتشوفها وهي مرمية على الأرض ومخلصة على نفسها، وللأسف مش بتلحق نويل تنقذها، فبتقعد جنبها وبتعيط وبتعتذر لها على اللي عملته معاها. وبسبب انتحار سكاي بتحقق الشرطة مع نويل، ونويل مش بتتكلم في أي حاجة عن الجريمة اللي عملتها. كل اللي بتقوله إن سكاي كانت بتعيش حياة صعبة وده بسبب الظلم اللي اتعرضت ليه. وبترجع بعدها تعيش نويل حياتها بشكل طبيعي، وكمان بدأت تتفوق أكتر وبتعمل معارض فنون، وده خلاها تقرر تنسى الماضي وتبدأ صفحة جديدة. وحتى آخر رسالة من سكاي بتحرقها وبتتخلص منها. وبتعدي الأيام وبيجي يوم حفلة تخرجها، وفي نفس اليوم ده بيفوق الشاب من الغيبوبة وبيعترف إن نويل هي اللي حاولت تقتله. وأثناء ما كانت نويل واقفة بتقول كلمتها قدام كل الطلاب، بتشوف الشرطة وهم واقفين بعيد في انتظارها، فبتعرف إن خلاص أمرها اتكشف وإنهم جايين علشان يقبضوا عليها. وبرغم كده بتكمل كلمتها للنهاية، وبعدها بتنزل تحتفل مع أصحابها بتخرجهم من الكلية، وبكل هدوء بتمشي ناحية الشرطة وبتستسلم ليهم وهم بيقبضوا عليها. وبيبان إنها راضية تماما عن نهايتها وحاسة إنها اتصرفت بشكل صح وحققت العدالة بنفسها حتى ولو هتتسجن. وبكده بيخلص فيلم النهاردة. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس على